السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هنعمل الرز المعمر بكل تكاته وكل اسراره الجميله اللي بتخليه يطلع معانا بالشكل اللي انتوا شايفينه الجميل الروعه ده. اول حاجه احنا محتاجين في البدايه خالص نجيب اي صينيه احنا محتاجين نعمل فيها الرز. هنعاير الرز على اساس ان هو يبقى نص الصينيه، يعني اي صينيه هتجيبيها هتخلي نص الرز نص الصينيه بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده. وبعد كده نغسل الرز غسله كويسه قوي. هنكون حاطين اللبن على البوتاجاز يغلي. كل كيلو ونص من الرز بيحتاج كيلو من اللبن. كل كيلو ونص من الرز بيحتاج معانا كيلو من اللبن، وبنزوده كوبايه ميه. بعد كده بنغليه على البوتاجاز وبنحطه على البوتاجاز. اول ما اللبن يغلي معانا بننزله وبنصبه على الرز بعد ما نكون غسلنا الرز غسله كويسه قوي وصفيناه من الميه. هننزل باللبن على الرز. بعد كده هنشيل صينيه الرز وندخلها الفرن. هنولع الشوايه في الاول اللي فوق لحد ما يدينا الوش اللي احنا محتاجينه الجميل المعمر اللي انتوا شايفينه ده. بعد كده بنطفي الشوايه. ايوه نسيت اقول لكم ان احنا بنحط على اللبن شويه الملح اللي احنا محتاجينهم للرز. تمام، دخلنا الرز الفرن، ولعنا الشوايه. بعد ما ادانا الوش الجميل المعمر ده هنطفي الشوايه وهنولع من تحت وهنوطي ونغطي الرز. بعد نص ساعه هنطلع الرز ما ينشفش معانا، هنلاقيه ما شاء الله بالمنظر ده، بس محتاج طبعا السمنه. هنسيح حته سمنه جميله كده ومحترمه، وبعد كده هنسقي بيها الرز بتاعنا الجميل ده كله وهنغطيه تاني وهندخله الفرن لحد ونوطي عليه خالص ونسيبه بقى يستوي كده ويطلع لنا بالمنظر الجميل ده. وبألف هنا وشفا، ويا رب يعجبكم. ما تنسوش تشتركوا في القناه وتدعموني وتفعلوا الجرس علشان ان شاء الله يوصلكم مني كل ما هو جديد. شكرا، السلام عليكم ورحمه الله.